استنوني على السلم، ده انا جايبه لكم رنجه وعيش، الاستقبال ده مش عاجبني. ما راحتش لسلفتها وهي بتولد واتجمعت مع أصحابها وعملوا عزومة رنجة زي ما بيقول الكتاب، والكل مستغرب من تصرف ياسمين مع داليا وبيسألوا هل في حاجة بينهم وليه ما سألتش عنها من بعد سفرهم ونقلهم لشقتهم الجديدة، خاصة إنها كانت على آخرها من الحمل وعلى وش ولادة. وفي الفيديو ده هقول لكم القصة وما فيها وكواليس عزومة ياسمين وتفاصيلها المفاجئة. الساعات اللي فاتت الكل كان متوقع ان الفيديو اللي هتنشره ياسمين هيكون مع داليا والبيبي ويتجمعوا تاني، خاصة انها ما ظهرتش في فلوج الولادة اللي نشره شادي ولا حضرت الولادة، وده ممكن يكون لان داليا ولدت فجأة وكان باقي على ميعاد ولادتها اسبوع، فجايز تكون ما لحقتش تحضر الولادة ولا تشاركهم اللحظة، ومحدش يعرف ظروف حد اكيد، وده اللي خلى البعض يتوقع انها هتروح لها بعدها، لكن ما نشرتش ياسمين اي فيديوهات مع داليا، والكل اتفاجئ ليها بعزومة مع اصحابها وتجمع الصبح بعد ما ودوا العيال المدارس. ياسمين نشرت فيديو بعنوان لما اتجمع انا واصحابي بعد ما نودي العيال المدرسه، والحقيقه كان تجمع كل الامهات تتمناه جدا، مش بس علشان اللمه الحلوه ولكن الكواليس واللي عملوه. ياسمين هي اللي كانت قايمه بعزومه الفطار دي ودخلت على اصحابها وهي معاها شنط فيها خيرات ربنا، رنجه وشيبسي وطعميه وعيش، وظبطت الاكله جدا. بدأت ياسمين تنظف الرنجة وتفصل البطاريح عن الرنجة وتشويها على البوتاجاز، وطبعا بمساعدة أصحابها إيديهم في إيد بعض، اللي تعمل البطاطس واللي تقلي الطعمية في الإير فراير واللي تعمل الفول واللي تجهز الفرشة وترص الأطباق، وكان معاهم بنت صغيرة ملهاش في الرنجة فعملوا لها ستريبس وناجتس، وغيروا هدومهم ولبسوا البيجامات وبدأوا ياكلوا، ولكن لأنهم كانوا قاعدين براحتهم وأصحابها ملهمش في الظهور والسوشيال ميديا، ياسمين اكتفت إنها تصور إيديهم بس والأكل اللي يفتح النفس بجد، وشكل الرنجة وتقديمها كان في منتهى الجمال، وطبعا كله بلمسات ياسمين، هي ما تتوصاش في اي حاجه ليها علاقه بالطبخ والمطبخ ووصفاتها خير دليل. يكتفوا بكده؟ لا طبعا، مش ياسمين اللي تعدي التجمع ده كروته كده، خاصه ان اكيد فين وفين لما يتجمعوا. ياسمين قامت عملت فشار وصورت التفاصيل لحظه بلحظه وقدمت المقرمشات والحلويات اللي كانت اشكال والوان، وكان التجمع ده زي الديش بارتي كده صباحي، كل واحده شاركت بحاجه من عمايل ايديها وقدمتها بكل حب. ياسمين في نهايه الفيديو علقت وقالت احلى وقت بقضيه مع اصحابي من غير الولاد، كل واحده بتودي عيالها المدرسه ونتجمع سوا كل فتره لان ظروفنا مش زي بعض، بس اليوم اللي نتجمع فيه بنعمل كل حاجه نفسنا فيها، بنلعب ونرقص ونضحك ونهزر وناكل اكله حلوه نفسنا فيها، واليوم ده بيفرق معايا جدا وفي نفسيتي جدا. شكرا لكل اصحابي اللي كانوا معايا في اليوم ده. ياسمين قالت ان هم معوضينها كتير عن عدم وجود اهلها جنبها ومالين حياتها. الفكره عجبت مامز كتير وقرروا انهم يعملوا زي ياسمين ويفصلوا شويه بخروجه وتجمع زي ده، ودعوا لها ربنا يديم الحب والمحبه بينهم ودايما متجمعين في الخير. زمان كانت دايما ياسمين وداليا مع بعض وبيظهروا سوا حتى قبل سفرهم ونقلهم لشقتهم الجديده. ياسمين عملت لهم عزومه وسهره وداع، ولكن من بعد كده ما بقتش ياسمين لا تجيب سيره داليا ولا داليا كمان ولا راحت لها تبارك لها على الشقه. فيا ترى هل التجمع ده كان في نفس توقيت ولاده داليا ولا قبلها ولا بعدها؟ وهل ممكن يكون في بينهم مشاكل وما بقوش يتكلموا او يظهروا سوا؟